السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وكالعادة ما تنساش انك تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. طيب، معانا النهاردة تحديث نسخة الام او اللي هي المفروض كانت تنزل من حوالي كده 5 6 ايام. بس معلش والله التحديث ما كانش لسه نزل، فانا اول ما نزل التحديث انا خدته ونزلته لكم على طول. فركز معايا عشان نسخة النهاردة حاجة جمدان اقسم بالله. مبدئيا كده النسخة بتعمل ربط جهاز، عشان بس ايه الناس اللي ارقامها محظوظة معدل والكلام ده كله. اول حاجه هتضغط على اللي هي العلامه بتاعتك اللي فوق دي، وبعدها تضغط بلاي للحمايه. بعدها تيجي على اللي هي علامه الترس اللي فوق دي، والزرارين دول هتلغيهم عشان بس ما يقولكش التطبيق ليس مثبت او اي حاجه. وهتخرج كده وتبحث عن تطبيق فك الضغط، او اللي هو زد ارشيفه. طبعا اللي هو التطبيق ده، التطبيق الازرق دوت، ده لازم الاخضر لازم يكون معاك عشان تعرف تفك النسخه بتكون مكونه من باسورد. انا بقولهم رقمين في رقمين، فركز معايا في الفيديو من البدايه للنهايه. طبعا دي النسخة بتاعتنا اللي احنا هنشرح، اللي هو التحديث في نسخة الام اهو. طبعا النسخة بتفتح معاك بالشكل الجامد دوت. عندك هنا طبعا اول حاجة اخفاء الشتات، وعندك هنا طبعا وضع الطيران، وعندك هنا طبعا الوضع الليلي. لو فعلت الوضع الليلي كده حاجة جمدان. وعندك هنا طبعا وضع الشبح، وعندك هنا طبعا الحسابات، وعندك التلات نقط دول اللي هي الخصوصية والتحديثات والإضافات وجدولة الرسائل والرد التلقائي وإعادة التشغيل ورسالة رقم غير محفوظ ورسالة جماعية والإعدادات والمجتمع جديد وقراءة الكل. تعالى مثلا كده لو دخلنا مثلا على نشوف شكل الشات. طبعا شكل الشات حاجة رايقة قوي. عندك هنا طبعا خلفية فيديو، وعندك هنا طبعا تاني خلفية، وعندك هنا طبعا 3 خلفية فيديو. تمام. عندك بقى شريط التذكر ده اللي هو مثلا القلب واللايك والكلام ده كله. طبعا لو رجعت كده خطوة لورا، خدت على ال3 نقط دول وخدت على الإضافات. عندك كده طبعا شكل النسخة حاجة رايقة أقسم بالله. فما تنساش تقدر أخوك بلايك كده وكومنت واشتراك، وخد أول جزء من الباسورد اللي هو هيكون 50. أول جزء من الباسورد هيكون 50. عندك هنا طبعا ضغطت على الإضافات. عندك هنا طبعا حول التطبيق النسخة آخر إصدار. وعندك هنا طبعا قناة اليوتيوب متنساش انك تشترك فيها. عندك هنا طبعا الاضافات، حذف اعضاء الروم بتكة، وضع علامة رابط مشبوهة، خلفية فيديو في الشات، ايقاف خلفية الفيديو في الصفحة الرئيسية، اعرف من رفعك ادمن، الغاء علامة المنشن، تقليل حجم النص، مضاد التهنيج، تأخير الإصدار فيرجن 1. وعندك هنا طبعا أخطاء التهنيج، وعندك هنا طبعا تأخير الإصدار فيرجن 2. وعندك هنا طبعا أخطاء التهنيج، وعندك هنا طبعا نص فارغ، مضاد تهنيج النسخة، شكل الانستجرام. عندك هنا طبعا رسالة منتهية الصلاحية، إلغاء خطأ البوت، مضاد خطأ المكالمات، مضاد التهنيج العام، إلغاء الكتالوج، تقليل النص. طبعا عندك هنا محسن ضد الردود، الحماية من الفيروس، إلغاء الاتصال، عدم التهنيج من الاتصال، عدم استلام أي ملصق، عدم التهنيج من الويب، عدم التهنيج من اللينكات. وعندك هنا طبعا لون الروابط. تاني قسم اللي هو طبعا وثق رقمك من الحظر، حذف جميع الروابط، عكس رسائل الحظر أرقام، إلغاء الموقع، تقليل تهنيج الذاكرة، تقليل تهنيج الذاكرة فيرجن 2. طبعا عندك هنا إلغاء الإشعارات، وعندك هنا إعادة التوجيه، وعندك هنا إخفاء الأرقام الغير محفوظة، عندك هنا إخفاء عدد الدردشات، إزالة حد أحرف الاسم، إزالة حد أحرف الحالة، رسالة بدون قراءة. الزرار ده لو أنت مثلا عايز تدخل الشات وما يبانش إن هو شاف، تضغط على الزرار ده تفعله. تقليل التهنيج من الواجهة، وضع الحماية، تعطيل الصور، وعندك هنا حظر الصور. عندك طبعا قسم الوهميات، ارفع نفسك أدمن، تفكيك عدد الشتات، تزويد مشاهدة الستوري 1 و2 و3. طبعا لو رجعت لورا كده ودخلت على قسم قطع النت، عندك هنا طبعا قطع نت بتسجيل، قطع نت برسالة، قطع نت بدعوة، الحماية من التهنيج، عدم التهنيج من البوت، الحماية من العطل، إخفاء النص في الشات، تعطيل الحماية، عدم التهنيج من قطع النت، عدم التهنيج من النسخة، عدم التهنيج من البوتات، الحماية من الكراش. طبعا وعندك هنا طبعا اللي هي الإعدادات العامة. طبعا النسخة دي لو انت مثلا بتخلي التحركات وكده من هنا، هي من الإعدادات العامة. يعني مثلا التحركات بتاعت النسخة، شكل النسخة وكل ده من الإعدادات دي، بس هي مش متعربة. عندك هنا طبعا برضو لو عايز تخلي النسخة بشكل الآيفون، من هنا برضو
عندك كده طبعا تفيك ريكورد 1 وتفيك ريكورد 2 وتفيك ريكورد 3 وتفيك ريكورد 4 وتفيك ريكورد 5. وعندك كده طبعا النسخ الاحتياطي. لو رجعت كده ودخلت على الحماية، في آخر ظهور يجوز المشاهدة مرة واحدة، وكل الشتات الحاجات دي يعني إعدادات عادية. عندك كده طبعا السمات، طبعا تقدر تحمل أي سمات حاجة جمدان يعني. وعندك كده طبعا الإعدادات العامة، الستايل والشكل. مثلا لو انت عايز تخلي الشكل اللي هو الايفون، تضغط على اللي هو الاي او اس ده 2023 وبيشتغل وضع الايفون معاك عادي. عندك هنا طبعا اخفاء الصور من المعرض واخفاء مقاطع الفيديو، وعندك اخفاء صور الجيف، وكل يعني لو انت عايز تخفي اي حاجة. وعندك هنا طبعا لغة التطبيق، وعندك هنا طبعا شاشة المحادثة، وهنا الاشعارات طبعا النسخة لو انت عايز تستقبل اشعارات ولا لأ. وعندك هنا طبعا اعدادات الوسائط، ارسال صورة بوضوح عالي، ارسال فيديو بوضوح عالي، ارسال صوتيات اكبر من 16 ميجا بايت، مشاركة الصور بلا حدود، مشاركة المستندات بلا حدود، زيادة حجم الحالة. عندك هنا طبعا عرض الاستوديو. وبس كده يا صديقي، يعتبر احنا كده نكون خلصنا شرح النسخة بتاعت النهاردة. فما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان كل ما انزل تحديث لأي نسخة يوصلك اشعار. واخر جزء من الباسورد اللي هو هيكون 60. اخر جزء من الباسورد هيكون 60. بشوفك الفيديو الجاي يا عمر، سلام.